الو الو. ما قاعد ترد. وبالمناسبة دي انا اقول لك لا لا، في شنو؟ في شنو؟ انا حامل. شنو؟ قلت لك انا حامل حامل حامل. اسمع، هوي انا اللف والدوران بتاع البنات ده ما بنفعي. عشان كده من البدايه كلمت قلت لك نوقف العلاقه. انت ابيتي اصلا كنت عامله علاقات مع منى. يشهد الله انا ما كان عندي تليفون ولا كنت بعرف علاقات. عليك الله يا بنت، خليك من الطلب بتاعك ده. لا ناسخ كيفك يعني انت ما حسي بما عارفه الحصل بيناتنا في لحظه تيجي تقول لي انت حامل من منى؟ اتصرفي. والله ما بعرف، انا شخصيا ما بعرف. لكن الجليز ولا وريها تتعامل كيف مع الحياة، تتصرف كيف مع المواقف الصعبة، تخطط لحياتك كيف. فاهم علي؟ أنا دايرك تثق فيني، فهمتي؟ ما تخافي من حاجة. طول ما أنا قاعد معك ما تخافي من حاجة. أشيلك، أربيك، أتزوجك، أعمل لك حبة كبيرة كده، حياة جميلة. يلا الفهم ده أنا داير أربي لي زول على مزاجي، فهمتي؟ يعني أقيس مقاسم رسمك، أو ممكن تجي كبيرة تلقى لك مرة كبيرة تتعرسها. يعني شنو؟ ما ببقى عنده معنى، لكن المعنى زول من صغيرونة كده تشيلها تطقطق معاه. خلاص انا بعد سمعت كلامك ده نمشي. لو تاخرت ناس البيت بيفقدوني بيقول لي اتاخرتي وين، بيسالوني وبيدي زول صعب شويه. انا داير امشي. لا تمشي. أبوك صعب كيف يعني؟ لا انت عارف شنو؟ بالجد؟ يعني والله بالغوا. والله يا ابوي بدقني طوالي والله. انا في بالغة. الدكان لو اتاخرت بدقني والله يعني. لا 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 لا. دقدقني بصوت النيم. شوفي واحدة من الحاجات الأساسية لازم داير لي زول متمرد على المجتمع. انت ابوك ده تطلع لا ما كلمتك ما تقول لي ما كلمتني. انت اللي مخاربه البيت. لا هي انك انت قبل تكلمك ما كلمتك يا عمتي شوف، انا كلام النسوان ده ما بنفع معي. انت لا يا عمتي ورا في يدك زي ده. انا ما زي امك. مشيت المستشفى بتجي البنت ما تمت. مستشفى شنو 5 ساعات؟ مستشفى 5 ساعات؟ لا بدقوني انا متاكده. انا اتاخرت والله. خليني امشي يا دعواتك عمر. توصلي قبل الناس. قلت لي اسمكم؟ لميس. الله انا اقسم بالله العظيم ما اعرف كده. اسمع اسمي كده قاعد تحس بحاجه كده غريبه خلاص. ها؟ في يوم قال لك انت عيونك حلوه؟ خجلتني يا اخي. كلامك صبح لكن برضه اسمع وصيتي يوم بدك حل لك. لا الا ده انا ما بنعرف. ده خط احمر بناء انا لسه الا نجيب لها تاكل بس. بالمناسبة انت عارف شنو؟ انا اول مرة اقعد مع ولد واتكلم معه، اول مرة في حياتي يعني. وانا اقول لك كرون، انا اصلا لو عارفه قلت قعدت مع ولد ما كان قعدت معك. انا شفتي من الله خلقني كده، ما بيحب اي حاجه مشوهه، اي حاجه تكون ستاندر. بحب الحاجات الفنيضه. بعد ده انا اتاخرت والله العظيم. لا حول. شديد والله اتاخرت. والله ما بسالك والله. انت مش قلت لي ماشيين الوفا؟ لا انا ما قلت لهم ما حتاخر. وبعدين انا قلت طالع بيت الجيران بس وغيرت وجيت بيه هنا. لو جلدوك مره واحده عشان انا تزعلي؟ عشانك. وقول لي الضمانات شنو؟ انه انت ما حتحب واحده قدرك كده وتخليني انا. والله اقول لك كلام. ها؟ انا اشر روحي، ها؟ وادخلها لك في قزازه واجيب عليك. يوم اللي تخليت عنك اجل القزازه دي في الوادي. اتفقنا؟ طيب حتتزوجني صح؟ كيف؟ وانت قال هسه قاعد نربيك لشنو؟ يربوك عشان ياكلوك مش عشان يتزوجوك. يعني هتتزوجني؟ اكيد.
عرفتك وتسوي لنا حفلة ونرقص يا أخي وتجيب شفتي؟ لي صنط وسباسب كده. أجيب لك أعمل لك مناسبة كل الدنيا تحلم بها، بس أنت توعديني تقدري بسرعة. شفتي؟ لا 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 ما بقدر. يا بت وي شيلها كلها. أنت لازم تاكل عشان تكبري. مجتمعنا صعب شوية، وأنت عارفة البلد دي لا فيها منتزه لا فيها حديقة لا بتاع. والله أنا خايف عليك، عشان كذا المرة الجاية نتلاقوا، لكن ما هنا، نتلاقوا في حتة كده راغية ما وين؟ فيها إزعاج. المهم خليها عليك، مش واثقة فيني؟ هلا ميس، كيف اخبارك؟ كويسه يا حبيبه؟ انا ذاتي مشتاق لك. يلا داير اقول لك شنو؟ زي ما قلت لك انا الدور اللي فات، دايرك في محل هادي انا انت اللي تمسك فيه، وانت عارفه البيت ما عندها غير شرفها، يعني الناس لو قالوا فلانه كعب حتظل كعب الاخر يوم. انا ما برضى اي حاجه بالسمعه. خلاص كده تعالي نتلاقى في بيتنا. لك ايش يعني؟ انت واثقه فيني ولا شو؟ يا خايفه من شنو قبل ولا شنو؟ انا ما في زول، ما عندنا زول في البيت. جنب الباب. انت وين؟ لا انت وين؟ قول لي انت وين؟ خلاص كويس خلاص كويس يعني. انت يا عبد الزول ده قريبك؟ انت علاقتك شنو؟ لا ما علاقتي شنو يا اخوتنا؟ ما شغلتك بي. ماشي وجايه. علاقتك بي شنو؟ انا امشي واجد شي برجع لي انا، انت عليك تاخذ قروشك وبس، ما تتدخل في شؤوني. انت مالك ومالي؟ يا اخوتنا مالك علاقه بي. معليش انا بس حسيقي بس صغيره وما في داعي للحاجات دي. بي صغيره؟ انت ابوي ما علاقتك بي، انت عاد تشيل قروشك بس وما اكثر، ودي قروشك شيلها يلا. انا اسف. على العموم حقنا وشيلناه، انا اسف. يا ولد الناس انا منتظراك من قبلك وانت لهسي ما جيت. انا عندي كلام داير اقوله لك، عندي موضوع داير اكلمك. ليه ما فاضي لي؟ يعني خلاص انت عملت اللي عملته وصلت داير توصل له وبعد كده ما فاضي لي؟ انا داير اكلمك موضوع، قلت لك انا عندي كلام داير اقوله لك. الو ما قاعد ترد لي، وبالمناسبة داير اقول لك لا في شنو؟ انا حامل. شنو؟ قلت لك انا حامل. اسمع، هوي انا اللف والدوران بتاع البنات ده ما بنفعي، عشان كده من البدايه كلمتك قلت لك نوقف العلاقه. انت ابيتي اصلا كنت عامله علاقات مع منى. يشهد الله انا ما كان عندي تليفون ولا كنت بعرف علاقات. عليك الله يا بنت، خليك من الطلب بتاعك ده. لا انا اسف كيفك يعني انت ما حسيت لي ما عارفه الحصل بيناتنا في لحظه تيجي تقول لي انت حامل من منى؟ اتصرفي. والله ما بعرف، انا شخصيا ما بعرف. خلاص كده انا برجع لك بعدين. ما بعدين، انا اقول لك انا حامل تقول لي ترجع لي بعدين. اسمع شوفي كويس. شفتوا يا اخواتي؟ ولسه الغلط مستمر. ما المشكلة هنا؟ المشكلة انه انتوا لسه عم بتتمادوا في الغلط، وخليكم مع جاويكم. جاوي